الراجل ملي كتكون انت متعلقه به هو ما متعلقش بك، ما يسمى بالعربيه، واخا ما تعجبنيش هذا الاسم التعلق المرضي او لاتاشمون اونكسيو، خصك تبداي تفكري في راسك، خصك تكوني شويه انانيه، واخا هو شويه ديال ليغويزم، ولكن واحد ليغويزم سان، واحد الانانيه صحيه، هو انني تنبدا نفكر في راسي شويه. انا غنعطيك مثال بسيط. الا كنتي كتبيعي وتشري مثلا دايره ان بيتي بيزنس، تتبيع نقولوا تشريه في الحلوى، وشفتي بلا داك الحلوى ما تتمشاش لك واحد النوع، تتصاوبي كعب غزال، كعب غزال ما مخرجكش، كنحبس ما تنصاوبش كعب غزال، كنصاوب غريبه تو سامبلومون. ملي تنخدموا واحد لو سيستيم ما تيكونش مخرجنا فيه الخسارات سواء ماديه سواء معنويه، تنحاولوا نحدوا من الخساره. هذه الاولى. غتقول يا عمر ما تنقدرش وكنحاولوا ما تنقدرش الهضره سهله، وي متفق معك. حاولي بالانجاز الصغير، بداي بالانجاز الصغير، اصغر انجاز في هذه المساله هذه. حاولي تخلقي انت مساحه لراسك، حاولي ما تبقيش تابعه، حاولي تفكري في راسك، حاولي تكون شويه انانيه، من الانانيه الصحيه. غير بالانجاز الصغير بشويه بشويه تنوليو في الانجاز الكبير. خسي والله تا غيشتاق لك بالله. عرفتي امتى غيشتاق لك؟ نهار اللي غيلقاك ما بقيتيش في حياته، نهار اللي غيعرفك عقتي وفقتي وما بقيتيش موجوده في حياته، ديك الساعه غيندم عليك وغيندم على الايام اللي دوزها معاك، ولكن غيلقاك فقتي وعقتي وما بقيتيش مضمونه ليه. ديك الساعه غيتعذب اكثر من العذاب اللي تعذبتي نهار اللي مشيتي من حياته. والله حتى غيتعذب وغيتوحش الحنانه والحب والاهتمام اللي كنتي تعطيه، وغيتوحش غير ابيل منك ما غيلقاهاش، غيندم عليك بزاف، وديك الساعه غتخرجي انت الرابحه. اما دابا كما مدلوله ليه وكما عاطيها كلشي وكما تمشي وتترجعيه، راه ما عندك قيمه عنده، وبالنسبه ليه بحال شي وحده مضمونه يدور يعيا ويرجع لها. ديري القيمه لراسك وخرجي من حياته في اقرب وقت، والله تا غادي يندم عليك بزاف. المراقبة بعد الانفصال على طول ليها تفسير، والمراقبة بعد الانفصال بفترة ليها تفسير تاني خالص. ليه الراجل بيراقب بعد الانفصال؟ المراقبة بعد الانفصال على طول معناها انه هو عايز يفضل في دايرة تفكيرك، عايز يفضل موجود في حياتك، عايز يضمن وجودك بعد الانفصال. يعني يا ساحر العلاقات مش ممكن يكون بيراقبني بعد الانفصال على طول عشان بيحبني؟ هو يعني اتخطف يا فوزية؟ هو اتخطف؟ هو سابك غصب عنه؟ المافيا جت خطفته وقالت له لازم تسيب فوزية؟ هو سايبك بمزاجه بإرادته. طب لو قررنا او مثلا لو فكرنا ان الانفصال ده ممكن يكون انفصال عقابي، اللي هو مثلا بيقرص وداني وهو ماشي فبيراقبني بعد الانفصال عشان يشوفني اتعاقبت ولا لا، حتى لو كان كده لازم وقت المراقبة بعد الانفصال على طول انت تبقي في اجمل حالاتك. وفي فرق ما بين انت تبقي في اجمل حالاتك وما بين ان انت بتطلعي له لسانك. انا مش عايزك تطلعي له لسانك، يعني مش عايزك حتى تفضلي تتكلمي في الستوريز بتاعتك على ان اللي باعنا خسر دلعنا واديني سبتك شفت اهو ما حصل، مفيش الكلام ده. انا عايزك تبقي عادي زي ما كنتي قبل ما يدخل حياتك اصلا، عشان لو بيفكر يراقبك علشان يفضل في دايره تفكيرك وتفضلي تفكري فيه فلاقي خطته فشلت. ولو بيعمل انفصال عقابي وبيقرص لك ودانك عشان تتعلمي الادب وتخافي وتتكهربي، يحس برضو ان خطته فاشله فيرجع وينجز. طيب المراقبة بعد الانفصال بفترة معناها ايه؟ يعني كنتوا سايبين بعض شهرين 3 4 5 وكان عاملك بلوكات، فجأة فك البلوك وبدأ يراقبك قولا واحدا عايز يرجع، ومش مطلوب منك ان انت اللي تبادري ولا تتكلمي. هو هيفضل كده شويه يراقب من بعيد لبعيد، وبعد كده يعمل رياكت على ستوري لايك ولا لاف، وبعد كده يدخل يكلمك. كل مرحله من دول طول ما انت قاعده ساكته ما بتتكلميش وما بتعمليش اي اكشن هيفضل هو يزود في مبادرته لغايه لما يوصل لاعلى ليفل اللي هو فوزيه انا عايز ارجع. وهنا ما بندخلش حياتنا اللي ضحك علينا او قدر يستغنى عننا، ما بندخلش حياتنا تاني. الدليل الوحيد على انه فعلا افتقدك وندم انه سابك انه يرجع ياخد خطوة جد ويتجوزك. اي حاجة تانية لا. ازاي تخليه يندم انه خسرك او ترجعيه ندما؟ بصي انا عاوزك تركزي معايا قوي لان الكلام ده من راجل، وغرضي اني اساعدك تفصلي عن اي راجل توكسيك في حياتك. فكملي الفيديو ده للاخر عشان تفهمي الفكرة كلها، لانك لو فضلتي تعملي نفس اللي بتعمليه كل مرة ولا هيندم ولا هتفرقي له. اول حاجة افهمي ان هو راجل، واكتر حاجة مهمة عند اي راجل هي الايجو بتاعه، يعني الغرور او الكبرياء. ولو عايزاه يندم على خسارتك ما تغذيش غروره
وهقولها تاني، ما تغذيش غروره. يعني ايه؟ يعني بطلي جو انت احلى حاجة في حياتي، انا مش هلاقي زيك، انا من غيرك مش هعرف لا. وبرضه كمان ده يشمل انك ما تقولولوش وحشتني وانا زعلانة منك من ساعة اخر، لا برضه ما تفضليش تكلميه ولا تبعتي ولا تحسسيه انك مكسورة ومنهارة من بعده. حتى لو انت فعلا موجوعة اقفلي ده خالص، وكل مرة تضعفي ارجعي للفيديو ده تاني، لان طول ما انت بتغذي الايجو بتاعه هو عمره ما هيحس انه خسرك. لازم تبيني له انك هادية ومش مهزوزة، كأن حياتك مكملة طبيعي جدا سواء بيه او من غيره، حتى ولو جواكي الدنيا ما بتقولش كده ومقلوب. لو عايزاه يندم اوعي تحسسيه انك واقفة مكانك، خليه يحس ان الحياة واخداكي في اتجاهات احلى من غيره. ولو بعت او اتصل ما ترديش بسرعة، خدي وقتك وخليه يحس انك مش قاعدة مستنية رسالته او مكالمته، وردي عليه بعد مكالمتين 3. الو؟ معلش والله كنت مشغولة مع ماما الصبح ما خدش بالي خالص. ايه ده انت مكلمني 3 مرات فعلا. عادي، الفكرة كلها مش انك تمثلي ان مش فارقلك، الفكرة انه يوصل له رسالة انك فعلا مش في دماغك. ساعتها اتحداكي لو وصلت له الفكرة دي هتلاقيه هو اللي بيحاول يكلمك ويرجع العلاقة تاني، وساعتها بنات كتير بتقع في غلطة كارثية وهقول لكم عليها في بارت 2. اعملوا لي فولو عشان هنزل الفيديو قريب. اعملي له سحب طاقي. غالبا الصبايا غالبا لما بيكون في بعد بيننا وبين حبيبة، بينه وبين شريكة، بتعمل دفق طاقي، بتضل بتبعت طاقة بتبعت طاقة بتبعت طاقة. باختصار شديد بدك تتخيلي هذا الشخص قدامك، بتعملي سحب طاقي من الكون إله لظهره، بيطلع من صدره وبيتوجه باتجاهك، بتسحبيه كله قد ما فيكي، بتعملي سحب 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 سحب. بعدين بتعملي هيك شوي وتقولي أنا هنا، بدون أي تواصل تاني، بدون أي تواصل تاني. إذا قدرتي تتقني هي الشغلة رح يرجع ورح يتواصل. إذا ضليتي كل نهارك عم تفكري وتعملي دفق طاقي عكس السحب ما رح يتواصل معك، لأنه رح يشبع، رح يكون مشبع منك. رح تنعاد هاي القصة كتير، بس اعملي له سحب طاقي. كيف تخلي الشاب يحاكيكي من تحت سابع أرض إذا حذرتيه من كل وسائل التواصل الاجتماعي حتى قافلي على حالك الباب ما بدك تحاكي؟ 1. ما بتخلي الشاب بيعرفك ولا بيعرفه ما تسأليه عنه وتحلفيه بأمه وبرحمة أهله أنه ما يحكي له وهو رح يحكي له. 2. تنكشي حساب بنت 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 عم ست أمه وتحاكيها. هيك تعارف. تخترعي نعوة لمين ما كان، الله يطول بعمر الجميع، اخترعي نعوة للهامستر اللي كنت مربيتيه من 2004. نزلي صورتك مع رفيقك يلي كنتوا بصف الأول قاعدين جنب بعض لما مخطك كانت شارة وشواربك طالعين، خليه يغار يعني، عرفتي شلون؟ شملك بال10 رح يحاكيكي، لو بده يطلع من تحت الأرض رح يحاكيكي. وشكرا.